اللي منظمها من الاتحاد العربي اللي بدون أكثر من دولة عربية. اليوم موجود معانا دولة فلسطين الشقيقة، المسؤول عنه المدرب فادي، الدكتور فادي. سعيد جدا انك تكون معي اليوم في البطولة دكتور فادي. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. دكتور فادي، انت كنت متوقع الاجواء بتاعت المباريات واجواء البطولة هنا في شرم؟ اولا باسمي وباسم الجالية الفلسطينية وباسم البعثة الفلسطينية واكاديمية غزة بنتقدم بجزيل الشكر للاخوة الادارة القائمين على هذه البطولة وعلى كل الخدمات اللي قدموا لنا اياها، ونتمنى توفيق لجميع المنتخبات، وما شاء الله بطولة رائعة ان شاء الله الكل يستفيد منها وتكون اكتساب للخبرات واكتشاف للخبرات. بكل تأكيد هو اكتساب للخبرات وتعارف، وهو يعتبر هو بطولة السلام والتواصل. عايز اقول لك يا كابتن فادي، انت كنت متوقع نتيجة المباراة اليوم؟ والله هو نتيجة المباراة يعني ما حدش متوقع انه ينهزم، بس احنا يعني قدر الله وما شاء فعل وتهزمنا 1-0، لكن ادانا كان مشرف، كنا اقرب للفوز، ولكن يعني هي الكرة اهداف، حاولنا اكثر من مرة واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية. ثانيا احنا اكاديميتنا اكاديمية ناشئة عمرها سنة واحدة، مقابل يعني اكاديمية يونايتد عمرها 10 سنوات، عندهم لاعبين يعني انشئوا منذ 5 سنوات 6 سنوات متدربين، احنا عندنا لاعبين سنة، لكن احنا ادانا راضيين عنه، اداء مشرف جدا باسم فلسطين. يعني 1-0 ما بعدهاش هزيمة، هي تجربة ان شاء الله حنبني عليها ان شاء الله. طبعا اول تجربة، فان شاء الله اللي جاي بيكون احلى. اكتشاف المواهب اللي ممكن نسوقها لبعضينا. ثانيا يعني كل اكاديميه بتستفيد من الاخرى هنا في الخبرات في التدريب في الاساليب الحديثه في التدريب. دكتور فادي، كلمه للاعبين غزه فلسطين وكلمه للاهالي اللي جات مع اطفالها من القاهره الى شرم. طبعا انا بشكر كل الاهالي اللي جت معنا من القاهره لشرم عشان تأزرنا وتشجعنا، وبشكر كل لاعبينا اللي كانوا على قدر المسؤولية. لاعيبة فلسطين مش ما بتلعبش في الملعب بس، هي بتلعب باسم فلسطين، بترفع علم فلسطين، بنوصل صوت أهل غزة، صوت فلسطين لكل العالم. احنا موجودين، احنا شعب نستحق الحياة، نعمل على رفع علم فلسطين عاليا. شباب كانوا على قدر المسؤولية، رجالة في الملعب أدوا اللي عليهم، قدر الله ما شاء فعل، لكن احنا في النهاية وصلنا صوت فلسطين واثبتنا بمشاركتنا في البطولة هاي انه احنا موجودين في غزة، في فلسطين موجودين، لابد انكم تنظروا لنا للعالم كله ان شاء الله يا ربي. الأكاديمية، يعني الأكاديمية بعد سنة في غزة حتكون فين؟ بإذن الله احنا أكاديميتنا وانشأت في مصر، أنا يعني قمت بإنشائها وأنشأتها في مصر لأطفال الجالية الفلسطينية، وقريبا إن شاء الله حتفتتح في غزة، هيكون عندنا فرع في غزة وفرع في مصر، ونعمل على تهيئة وتأسيس منتخب لفلسطين من الأكاديمية بإذن الله. ماشي، شكرا لك كتير يا دكتور. شكرا لكم، شكرا، حياكم.